السلام عليكم حبيباتي، صباح الخير عليكم. واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وتكونوا بيان. اليوم حبيباتي جيتكم فيديو جديد ووصفه جديده، والوصفه تاع اليوم واللي هي طبق تاع سلطه متنوع. الله الله كيما راكم تشوفوا، الرز مع سلطه الخضراء، البيطراف، البطاطا وزرنديه مفورين مع واحد الفينيغرا ديال البنات بزاف بنينه. بالنسبه لهذا العشاء البنات يعني كنت انا درتو نتاع كريه الدجاج يعني طاجين الزيتون، مي راح نبارطاجيه معاكم غدوه باذن الله. هنا حبيباتي الى عجبتكم لا فيديو نتاع اليوم ما تنساوش تخلوا لي جيم او كومونتير وتشتركوا في القناه، واكيد ما ننساوش صلاه والسلام على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه هنايا حبيباتي كنت درت يعني حبات نتاع البطاطا، كنت قطعتهم مكعبات يفورو، وزرنديه تانيك على جهه قطعتهم مكعبات وخليتهم على يفورو. ما تخلطوهمش يعني كل وحده في جهه وحدها. هنا كنت درت البيطراف يعني يغلي كيما راكم تشوفوا، يعني قطعته شغل دوائر باش بالخف يطيب لي عفوا البنات. هنايا بعد ما كان وجد لي كلش، كانت البطاطا طابت لي، الزروديه طابت لي، كنت يعني مقطعين ديجا مكعبات. بالنسبه للبيطراف بعد ما كان طاب لي نقيته وقطعته بهذه الطريقه يعني مستطيل. جبت حبه تاع طماطم كانت يعني متوسطه الحجم قطعتها بهذه الطريقه. وهنايا وين راح ندير الفينيغ هاد البنات، راح ندير فيها الثوم. جبت هنا سنينه تاع الثوم، وهذاك الرز كنت طيبته وراه واجد فيه كلش، ما هي ناقصته والو، برك نحطه يعني فيه كلش ليدام ما هي ناقصته والو. هنا حبيباتي اول حاجه نروحوا نبداو بها واللي هي الفينيغراد. بالنسبه هنا البنات واش فيها، جبت سنينه تاع الثوم نجي نرابيها، ما درتهاش كومبلي، انا درت نصها فقط. علاه درت نصها؟ باسكو الحبه نتاع الثوم تاعي ولا سنينه تاع الثوم تاعي كبيره بزاف ومانيش حابه الثوم تكون طاغيه ولا تكون باينه بزاف الفينيغرات نتاعي البنات. على بها درت نص. الا كانت نتوما السنينه تاعكم تاع الثوم صغيره ولا متوسطه ديروها كومبلي عادي. درت فنجال تاع الزيت باش تكفيني ندير لهم كامل. درت رشه نتاع الفلفل الكحل، ندير حوالي مغرف صغيره تكون معمره نتاع الملح، نديرو مغرف تاني كبيره نتاع الخل. اللي ما يحبش الخل قادر يدير مغرف كبيره نتاع عصير القارص ولا عصير الليمون. هنا يا حبيباتي المكون الاخير واللي يمد لك البنه الروعه واللي هو الزعتر. تجيبي حوالي مغرف صغيره تكون معمره تاع الزعتر كيما شفتوا، فتحتها في يدي كيما هاك ودرتها في الفينيغراد نتاعي ونخلطها مليح. بعد ما نخلطها بيان نحس الملح ذاب لي وتخلطت لي كلش مع بعضهم، نجي نديرها في البطاطا والزرنديه والطوماطيش والبيطراف. بالنسبه للسلطه الخضراء ما نديرش فيها، يعني ندير فيها الزيت الملح والخل فقط. هنايا كيما شفتوا راني نخلط وندير في البطاطا ولا الزرنديه والبيطراف ولا الطوماطيش، راني نخلط وندير عفوا، باش يعني الثوم تاني كيتخلط معاها وما ما تجينيش وحده فيها الزيت فقط ولا وحده فيها الثوم وحده، يعني تكون كامل مخلطين بيا. بعد ما درتهم جيت خلطت مليح يعني الخضره نتاعي اللي كنت درت له الفينيغراد البنات، خلطتهم مليح. ومن الاحسن البيطراف خلطوه هو الاخير باش يعني العفسه اللي تخلطي بها ما توشيلكش البطاطا مثلا ولا زرونديه ولا، باسكو هو يطلق اللون. كيما على بالكم البنات باش تكون الحاله نتاعكم ولا السلطه نتاعكم نقيه. هنايا جيت باش نحط الرز، يعني درت انا تقديم ولا تزيين بسيط. درت الرز في الوسط. اول حاجه درت فيه هذه كي حطيتها في الصفحه نتاعي ولا في الصحن نتاعي لقيتها صغيره، عاودت بدلت لقيتها ثاني بزاف صغيره، ومن بعدها درت بول كبير نتاع الشوربه باش جاتني قيس الصفحه، باسكو انا درت الصفحه نتاعي كبيره بزاف يا البنات. وبالنسبه للطريقه تاع التقديم ولا التزيين دائما نقول لكم يا البنات اختياريه، واش تحبي انتي وواش متوفر عندك في دارك تانيك اكيد. هنايا جيت درت الرز تاعي في البول كيما شفتوا، راح نديرو انا في الوسط، ومن بعدها نبدا ندير في الجوانب الخضره اللي كنت وجدتها معكم يا البنات. ومن بعدها نجي نحط الخضره نتاعي ونستفها يعني في الاطراف كيما راكم تشوفوا. درت البطاطا زروديه، ندير البيطراف طوماطيش، وندير السلطه الخضراء، يعني درتهم كومبلي. وسيت اني ندير يعني كل وحده يعني ما تشبهش في نفس اللون مسامي خوتها. كيما مثلا الزروديه والبيطراف ما حبيتش نديرهم مساميهم مسامي بعضهم، زروديه عفوا والطوماطيش ما حبيتش نديرهم مسامي بعضهم باسكو ما يبانوش. من الاحسن يعني ديروا مثلا كيما انا درت زروديه درت مسميها سلطه، درت مسميها البطاطا، يعني باش تبان لك الالوان. ومن بعدها درت يعني كيما شفتوا سلطه طوماطيش ومن بعد البيطراف. ومن بعد عاودت رجعت كامل من الاول درت بطاطا زروديه سلطه وطوماطيش والبيطراف. وفي الاخير ختمتها حطيت يعني كانت عندي حبه تاع البيض يعني طبختها
ودرت الزيتون، يعني تقديم بسيط حبيت برك نبارطاجيه معاكم. سيرتو راه قريب رمضان، ربي يبلغنا ان شاء الله رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وربي يقدرنا ان شاء الله يا ربي. انا حبيباتي نكمل بنفس الطريقه ومن بعدها يعني نوري لكم كيفاش جاتنا الوصفه نتاع اليوم ولا الطبق تاعنا تاع نهار اليوم. كما انا حبيباتي يعني راني ما حبيتش شغل نكوبي الفيديو وسرعته فقط باش تشوفوني كامل كيفاش خدمتها وتفهموا. مي راهي حاجه يعني سهله، ماشي صعيبه. مام طياب كامل ماشي صعيب، برك تخدميه انتي تكوني حابه تخدمي ديك العفسه، راح تخدميها وراح تجيك بزاف بنينه وعادي جدا، ما كانش حاجه صعيبه. هنا حبيباتي هاوليكم بعد ما كنت كملته كامل حطيت عفوا الخضره نتاعي، ومن بعدها جيت حطيت البيض وحطيت الزيتون من الفوق في الاخير. بالنسبه للروز تحب تخدمه يعني ماسيدوان مثلا، دير معاه المايونيز، دير معاه الفرomاج، دير معاه البيض يكون مطبوخ شغل ترابي، تبقى اختياري. مي باذن الله نبارطاجي معاكم في الفيديو الجايين وصفه نتاع الماسيدوان ان شاء الله يا ربي. هنا حبيباتي هاوليكم الطبق تاعنا تاع نهار اليوم بعد ما كملته، شوفوا كيفاش جاء ما شاء الله. شهيتكم في الجنه حبيباتي. وهنايا وصلنا لنهايه لا فيديو. بيان سور الى عجبتكم لا فيديو نتاع اليوم ما تنساوش تخلوا لي جيم او كومونتير وتشتركوا في القناه، وشكرا.